أخبار جميلة للمبدعين. أدوبي بريمير صار تطبيق على التلفون وتقدر تنزله بشكل مجاني على تلفونات الآيفون. هذا التطبيق اللي كان محصور فقط على الكمبيوترات الحين صار متوفر على أجهزة التلفونات، يعني تقدر تشيله في جيبك وتعمل فيه مونتاج في أي مكان. هذا التطبيق جاي لتحرير الفيديوهات واختصاصها وكتابة، وفي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لكن أعتقد في اشتراك أساس أنك أنت تستخدم هالميزات. في ميزات كثيرة. نفس الشيء من ضمن الميزات أنك أنت تقدر تعزل الصوت أو تقلل الضجيج عن طريق الميزات الموجودة في تحسين الصوت. نفس الشيء تقدر تصدر الفيديوهات بشكل مباشر لبرامج التواصل الاجتماعي بدون ما تصدر على مثلا تحمله على تلفونك بعدها تعمل له تصدير. نفس الشيء هذا البرنامج تقدر تعمل فيه مونتاج على التلفون وبعدين ترسله على الكمبيوتر عن طريق الكلاود. إذا كنت أنت عندك مثلا اشتراك فتقدر تعمل هاي الحركة وتقدر تكمل شغلك على الكمبيوتر. في ميزات كثيرة نحتاجة نعملها شروحات على أساس أن نتعرف على البرنامج أكثر. هذا البرنامج نازل يمكن تقريبا حوالي صار الحين أقل عن 24 ساعة، فمحتاجين نطلع ونتعلم عنه أكثر ونعملكم شروحات عن هذا البرنامج الرهيب عن طريق التليفون. طبعا هذا البرنامج متوفر الحين على التطبيق الأبل أو تقدر تنزله بشكل مجاني، لكن أعتقد إذا تريد مثلا ميزات أكثر مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها أو مثلا مساحة أكبر فلازم يكون عندك اشتراك. أعطيني رأيك في التعليقات. هل هذا التطبيق جاي منافس لبعض التطبيقات الموجودة على التلفونات أو لا، أو يعتبر حاله من حال البرامج الموجودة على التلفونات الثانية للمونتاج؟ أعطيني رأيك.